معقول عبد الحليم حافظ عمل كده بسبب أكلة كباب وكفتة؟ أثناء تصوير فيلم أبي فوق الشجرة حصل موقف لعبد الحليم حافظ اتضايق بسببه جدا، وأمر بحاجة لازم تتنفذ فورا. المفروض إن في فترة الاستراحة بيتم تقديم وجبات الأكل للعاملين بالفيلم، بس النجوم بيكون ليهم أكل غير الأكل اللي بيتقدم للعاملين. فالوجبة اللي اتقدمت للنجوم كانت عبارة عن وجبة كباب وكفتة، لكن الوجبة اللي هتتقدم للعاملين كانت عبارة عن سندوتشات فول وطعمية. المهم ان عبد الحليم حافظ بالصدفة كان بيمر في اللوكيشن، واكتشف ان الاكل اللي بيتقدم للفنانين غير الاكل اللي بيتقدم للعمال، ولقاهم قاعدين بياكلوا سندوتشات فول وطعمية. فحليم اتجنن وراح نده على مسؤول الانتاج وقال له ايه اللي بيحصل ده. فرد عليه المسؤول وقال له ده عرف متداول عند شركات الانتاج، وده اللي بيحصل دايما. فحليم قال له ده عرفكم انتوا، مش عرف عبد الحليم. واصر يبعت يجيب للعمال وجبات كباب وكفتة، وقال له باقسم حقهم